فيه. على أي توقيت ماشي أنت؟ مع توقيت المتحضرين أم المتخلفين؟ لا أنا ماشي على التوقيت، على الساعة الصيفية طبعا، لأنه مدارس ولادي وحياتي وكلها هي على الساعة الصيفية. أرجع أقول الشيء الأساسي بهذا اللي مسؤول هو نبيه بري ونجيب مئاتي، والغطاء السياسي لنبيه بري ونجيب مئاتي هو حزب الله اليوم. لا عم تدخل السيد نصر الله بكل بكل موضوع. اليوم أول شيء اليوم في غطاء سياسي لهذه التركيبة اللي اسمها نجيب مئاتي ونبيه بري هو حزب الله. امبارح على السوشيال ميديا مين قرب على الحزب؟ امبارح على السوشيال ميديا كل هالجمهور عم يفتك بنبيه بري وبنجيب مئاتي. استنفر جمهور الحزب حتى هو يدافع. انتوا شو خصكم؟ في قلوب مليانه جديا شو خصحيين. اليوم نبيه بري عم يحكم البلد أسوأ مما حكم رفيق الحريري. نحن اللي عم نشوفه من سنه لليوم بالحد الادنى بالتفرد بالحكم لم نراه في عهد رفيق الحريري. انه اسقطنا توقيت بري، واسقطنا دوره كرئيس مجلس عبر منهي من عقد جلسات تشريع، كما انهينا دوره كوسيط خارجي بملف الترسيم، كما انهينا دوره كوسيط داخلي عبر رفض دعوته للحوار. عم تتفاخروا بانه انتم تسعون لتعطيل دور مجلس نواب او رئيس مجلس نواب نبيه بري. تحضروا للنزول الى الشارع، وهذه يمكن الرساله تحمل الكثير من المؤشرات. ماذا يريد جبران باسيل وماذا يخطط؟ ليك هلا سمعتها وهي في شيء مثل قبل. صراحه ما كثير فهمت. يعني تقول لك بوضوح شديد انه اليوم لحظه، اذا انت ما فهمت على جبران باسيل مين بده ما بعرف انا.